نسمع عن المخابرات الإنجليزية والأمريكية من فترة في لندن، وطالبيني على أساس تحليل الوضع في السعودية. بس هاي بيني وبينك أمان، حللت لهم الوضع إنه الوضع صعب وفي حكومة هرمة ومش تاركة اللي تحت يديروا الأمور. يعني ممكن يكونوا هرمة بس يخلون حد يشتغل في البلد. قلت لهم يعني واحد اللي ما يقدر يشتغل 8 ساعات في اليوم 10 ساعات يترك الغير يشتغل وهو يشرف على الأمور. هم لا تاركين الشباب يشتغلون ولا شيء. الأمل في الصف الأول حتى في الجيش مفقود. الأمل لازم في الصف الثاني، والصف الثاني هذول ناس يروحون أوروبا، ناس يروحون كذا، واحد يشوف يعطي هذا الضابط بدون ما يطلب منه خدمة، يعني يخلق علاقات الشخصية مع الناس اللي في المفاصل. هذا جزء مهم في العملية في رأيي الشخصي، لأن أنت هنا معناته مش طالب منه طلب عشان تعطيه، يعني ما تسوي عليه منه انك تقول له والله انا بساعدك لانه انا كذا وكذا. هذول وين يروحون؟ لندن، باريس، روما، سويسرا، معروفين. هذين نشتغل عليهم، سفارات نفذوا، واحد وقع في مشكلة، واحد مرض بعلاج، مش عارف ايش، من هالناس المعينين. هذه وما تكلف كثير. هذه نقطة. النقطة الثانية، الانجليز قالوا لي احنا بنوقف لاخر لحظة مع آل سعود، لانه البديل خطر، البديل الاسلاميين، واحنا ما نريد اسلاميين. لو مالين بس ما يقدرون الا يضمنون بديل. الان عندنا مشكلة، احنا نجحنا ان سحبنا قواعد من السعودية لقطر، هنا عمل خلل. الان اعطوهم مرة ثانية قواعد مدفوعة الثمن. المشكلة هنا يعني احنا شوي شوي كسرنا احتكارهم في الخليج. يعني انت شفت كم رئيس دولة حضر لدمشق، هذه قبل ما كانت تحضر. الان امان حضرت. امان دائما يحضر الرجل الثاني اللي هو السيد فلاح حضر، وثلاث دول اخرى احنا والكويت والامارات حضروا. هذا ضربة للسعودية كبيرة. احنا في الجامعة ما عندهم السيطرة في الجامعة. احنا مع الامريكان شغالين في هالموضوع. طبعا عندنا خلاف على موضوع نجحوا فيه السعوديين، موضوع الجزيرة مع الامريكان. عندنا خلاف في هذا الموضوع مع الامريكان، هم زعلانين على موضوع الجزيرة الامريكان. هذه مشكلة، لكن احنا عندنا اتصالات كثيرة ويسألونها ويأخذون رأينا في اشياء كثيرة. لكن المشكلة ان ما حوالينا عرب كثار ويانا حتى يقولون والله هاي الجماعة عندهم مجموعة. يعني الحين خطنا من مثل احنا وانتم كم دولة ثانية معنا في الخط. ما ننسى انهم عملوا انقلاب علينا يوم من الايام، هذا لا يمكن ينسى. لكن وانا اعرف ان اكثر واحد يكرهون هذا، لكن اول شيء حسبنا حقنا بالكامل وبالقوة. هذا الشيء الثاني، احنا بغينا نكون على حياد شوية معاهم في بعض الامور، لان هم شكلوا وضغط علينا مع امريكا عجيب، واحنا 3 سنين صمدنا امام هذا وما غيرنا موقفنا، وهم قاعدين يحاولون يشتغلون علينا في كذا موضوع. هاي بس السلطان بيني وبين لوحة يسكني على جنب، يقولوا انا والان قاطع عني كل الفلوس، كل يشتغل حملاتي عشان اعطي الناس واحد. قال لي احنا مبحثين بالانتخابات، اذا ما اعطنا الناس ما يريدون. عنده حالة نفسية، عنده حالة نفسية وبسبب وقفت الامور عليه. عارف الان قاعد يبيع اشياء عشان يصرف ويسد انا اعتقد هم الان حاسين بالفجوة اللي وقعوا فيها والمشكلة، لانه الفترة اللي فاتت حل الشوط وما عملوا شيء ومشوا. في كل الديار وشمسها تسبق الشمس بنهار، وارضها تزهر امجاد وفخار. اهلها اهل الشيم عمروها من عدم، اهلها اهل
الشيم عمروها من عدم سطروا فوق العلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 البادي الله البادي ثم بلادي الله البادي ثم بلادي حبي اللي في العروق يعرف انت في الصدور حالف مشودوه غير حب بلادي وغير عز بلادي غير حب بلادي وغير عز بلادي الله 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 البادي السهل الهضاب وحدة تجمع قلوب التراب شرعها حكمة الله في الكتاب الرمل عانق السهل الهضاب وحدة تجمع قلوب التراب شرعها حكمة الله في الكتاب